عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن جملة مقابل جملة بنقولها كتير قوي، بس مش عارفين الفرق بينها وبين الجملة التانية. الجملة الأولانية مش قادرة. أنا مش قادرة أعمل حاجة، أنا مش قادرة أقوم، أنا مش قادرة أذاكر، أنا مش قادرة أشتغل، أنا مش قادرة أسمع، أنا مش قادرة أتكلم، أنا مش قادرة أحاول، أنا مش قادرة. مقابل جملة تانية مش كتير بنقولها لأنها كاشفة وسهمها نافذ إلى حضرتك أو إلى قائلها. أنا مش عايزة، أو مش عايز طبعا. أنا مش قادرة، جواها أنا مش عايزة، بس ما بنعترفش. فلازم نفرق ما بين الثلاث حاجات دول جوانا. أنا مش قادرة، أنا مش عايزة، وأنا مش عايزة هتجيب أنا مش عارفة. يبقى قادرة وعايزة وعارفة. لو أنا مش عارفة بس، فالطبيعي إني أحاول أعرف. لو أنا مش قادرة بس، الطبيعي إني أفهم إيه اللي يقدرني أو إيه اللي ناقصني علشان أبقى قادرة على الشيء الفلاني. لكن أنا مش عايزة دي قرار اسمه قرار سلبي، قرار بشيل حاجة، قرار مش عايزة أعمل حاجة حتى لو كانت الحاجة في مصلحتي، وحتى لو كانت الحاجة إيجابية. إنكاري اللي مش عايزة ده كتير، ومحاولة إن أنا أداريها شوية مش قادرة وشوية مش عارفة، بيخلي مش عايزة دي تقعد تلعب في دماغي كتير، وتكرهني في نفسي، وتكرهني في اللي حواليا، وتحسسني إن أنا عملت مجهود جبار ومفيش فايدة، فتوصلني لليأس اللي هو بكلام ربنا سبحانه وتعالى يعتبر نوع من أنواع الكفر. فإذا أنا هنا بلخبطني جوايا، وبتعبني جوايا، وبضعفني وبهدني وبخبط فيا بالجامد، لمجرد اني ما بعترفش ان انا مش عايزه. لانه الطبيعي ان انت لما تقول مش عايز، هيرد عليك اللي بيسمعك او اللي بيتكلم معاك، هيقول لك ليه مش عايز؟ ما هو الحاجه دي في مصلحتك. ليه مش عايز؟ ما انت لو عملتها هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك. فانت هتبدا ترد بقى، هتبدا تقول له لا ده مش هيحصل، لا ده كذا، لا ده كذا. فكل اللي جواك هيطلع، وهيطلع في مكانه، وهيطلع بالطريقه اللي انت عايز حد يسمعك بيها، مش الكلام العشوائي اللي هو كلمه هنا من كلمه وهنا من كلمه. لان مش عايز دي هتفتح اسئله، وهتفتح احتماليات، وهتفتح انواع النقد، اوكي، اللي يخليك تعرف ترد وتقول كل اللي جواك. لكن لو انا مش قادر ليه؟ مش عارف، بتيجي ورا بعضها كده. طب وبعدين؟ انا بسمعك مره، بسمعك التانيه، بسمعك التالته، بعد كده مش هسمعك، او مش هبقى جدية في السمع. يعني هسمعك بس هدخل من هنا اطلع من الناحية التانية، لاني فهمت ان انت لا عايز تحل ولا عايز تربط، انت مجرد عايز اسطوانة تشتكي فيها، واللي نعيده نزيده واللي نقوله نعيده وخلاص. فيبقى انا هنا دي حاجة مهمة جدا 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 جدا، ان انا افرق ما بين الثلاث كلمات دول بالذات بقى، لان زي ما قلت لكم هي بتتقال كده: مش قادرة، مش عارفة، واحد يعني. فمش قادرة ومش عايزة دي فرق السما من العمى، فرق السما من العمى. هو أنا مش قادرة أعمل رجيم ولا مش عايزة أعمل رجيم؟ هو أنا مش قادرة أروح المشوار ولا مش عايزة أروح المشوار؟ حتى النقاش اللي هيجي بعدها زي ما قلت لكم هيبقى نقاش مريح، ونقاش كاشف، ونقاش بياخد منك وبيطلع منك وبيفضيك وبيسمعك بودنك الكلام اللي انت مفروض تقوله لنفسك، فبيبقى حالة من حالات الاستشفاء. لكن لو انت قلت لي مش قادر ومش عارف، طب وبعدين؟ ما انا ههز لك كتافي واقول لك مش عارفه اطبطب لك واجيب لك عصير ونلعب مع بعضينا شويه وخلاص. يعني هعمل لك ايه؟ حتى لو انت رحت لحد دكتور نفسي او مختص، والدكتور النفسي هيعمل لك ايه في مش قادره دي؟
ولا حاجة، أو مش عارفة، تيجي الدكتور النفسي تقول لك مش عارفة، طب مش عارفة، طب وبعدين وأنا مش هاعرف أنا كمان. فإذا هنا دي رحلة مهمة جدًا، 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 جدًا تبدأها مع نفسك. هابدأها مع نفسي إزاي؟ هاشيل مش قادرة ومش عارفة، هاحط مش عايزة. فلمّا تيجي تقولي لي مش عايزة، أنا بقى الكلام اللي معايا بعد كده وكل الأسئلة اللي ممكن تتفتح مع مش عايزة دي، هتطلّع بقى المستخبي كله، وبالتالي ساعتها هنعرف وهتعرفي أو هتعرف معايا هو إيه الحكاية، وبالتالي هنعرف إزاي نحلها. يبقى نبدل الجمل دي ونبدأ رحلة الاستشفاء اللي تبقى وقاية ليك من أي اكتئاب، من أي يعني شيء سلبي ممكن يحصل لك في حياتك تكون حضرتك بدأته ومش عارف تنهيه. بدأت السطر ومش عارف تحط النقطة وتخلصه. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.